صباح الخير، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بحبكم في الله. واللي أول مرة يشوفني، أنا سمورة العمدة، ودي قناتي. بقدم روتينات وفلوجات وتجمعات عائلية. روتين الفلاحين، وبحبكم في الله. وتابعوا معايا الفيديو النهاردة، إن شاء الله روتين مميز وكويس. وكل اللي حابب يتعلم الفطير يتابع الطريقة، إن شاء الله هتظبط معاه. عشان حبايبي اللي بيتواصلوا معايا وبيكون نفسهم ياكلوا الفطير ومش عارفين يعملوه. اول شيء يا حبايبي، هنعمل الفطير وهنطلع كده، ان شاء الله. يعني تغيير جو كده، انا والبنات وابو حبيب، نفرح لولا بعد نجاحها. وطبعا اللهم صل على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين، مش اهم حاجة ان احنا نفرحهم بحاجة كبيرة جدا. الكل طبعا قال هاتي هدية لسمسمة وهاتي هدية للولا في نجاحها. ان شاء الله ربنا هيرزق واجيب لهم ان شاء الله. طبعا يا حبايبي، اللهم صل على سيدنا محمد. احنا كنا في اليوم ده، للأمانة أنا كنت باكلمهم بالليل، ومش كنا عاملين حسابنا إن إحنا هنطلع تاني يوم خالص خالص. وبعدين إيه، أبو حبيب قال إحنا ناخدهم بكرة نخرجهم يشموا الهوا، يعني بدل ما هم قاعدين نفرح لولو أوي كده بالنجاح. فقلت له للأمانة ما اكذبش عليه، قلت له ما فيش فلوس إن إحنا نطلع. جه ربنا هيبعت الرزق. وفعلا ما فيش، والله العظيم ما بكذب عليكم، نص ساعة لقيت حد بيتصل بيقول أنا عايز فطير، 4 فطيرات. فطبعًا الحمد لله والشكر لله. فطبعًا قُلنا خلاص ده رزق البنات، هنطلع بالفلوس ديّة نفسّحهم بيها. اللهم صل على سيدنا محمد. تابعوا معايا الفيديو كده. أول شيء معانا النهارده، اللهم صل على النبي، الفطير. الفطير يا حبايبي ما هو غير دقيق، دقيق عادي جدًا، دقيق قمح، ومَيّة وملح وسكر. وما نكترش ملح عشان الملح بيقطّع معانا العجينة. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين كده، بعجن العجينة وببدأ ان انا اكورها كور صغيرة زي ما انتم شفتوا معايا كده في الفيديو. وببدأ اخد كل كورة واحط عليها زبدة وايه، واللهم صل على سيدنا محمد، افرد العجينة زي ما انتم شايفين معايا كده. انا حطيت كام كورة كده في الزبدة. تمام. طب ليه يا ست ام صلاح بتحطي الكور في الزبدة؟ عشان تريح يا حبايبي، عشان تريح. هنا كده بفرد العجينة على صينية. طبعا انا كنت بفرد على الطبلية في الغرفة بتاعة الخبيز اللي انا عملتها. ما اكذبش عليكم وللأمانة، الحمد لله والشكر لله، المشروع مش عارفة مش مشي. رغم ان انا كل الاستعدادات استعدت له بكل الامكانيات اللي موجودة معايا، وكل اللي كان معايا حطيته في المشروع. بصراحة ما اكذبش عليكم، عشان ان انا ابدأ بداية صح وابدأ بداية حلوة ومشرفة، لان انا ناوية، يعني ناوية ان انا يعني انا بجتهد الحمد لله. ودي ارزاق يا حبايبي، طبعا دي ارزاق. اللهم صل على النبي. ما اكذبش عليكم، انا ما لمّا جه الشغل، يعني أمّا جات مثلًا طلبية الفطير دي، ما حبيتش إن أنا أعملها في الغرفة، مش ما ليش نِفْس بصراحة، ما اكذبش عليكم. فحبيت إن أنا أعملها كده زي ما أنتم شايفين كده وأنا واقفة. بافرد على صينية وبابدأ أحُط على الصينية التانية اللي بافرده، وبابدأ أفرد بزيادة. تمام. أنتِ بتفردي الكورة اللي أنتِ عاملاها على قد ما تقدري، يعني على قد ما تقدري لغاية لمّا بتتقطّع معاكِ. خلاص. هنا كده بنبدأ آخُد، اللهم صل على سيدنا محمد، زبدة أو سمنة زي ما أنتِ مستعملة. طبعًا أنا باستعمل سمنة بلدي، سمنة بلدي، وباخدها أسيّحها وأبدأ أشتغل بيها ساعة ما إيه تهدى كده وتبرد شوية. طبعًا أنتم شفتوا معايا في الأول الفيديو الحلة اللي كانت على النار فيها سمنة بلدي. أنا باعمل كنت يعني أنا كنت مش عاملة سمنة بلدي، عملت مخصوص لطلبية الفطير ديّة. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعًا زي ما قُلت لكم أنا بافرد كده أهو، واحدة، واحدة، بتفردوا كورة، كورة. طيب يا ست أم صلاح، في طرق كتير بتفردي بيها العجينة، إن أنتِ بتفرديها تعملي كورة واحدة بس وتفرديها فرد واسع جدًا، وبعدين تبدئي إن أنتِ تحطي السمنة وتطبّقيها، زي ما كانت سمسمة عملتها مرّة. للأمانة هي حلوة برضه، بس مش هتضبط مع كل الناس، خلّي بالكم. أنا بادّيكم الطريقة الأسهل، الأسهل اللي هتقدري تطلّع معاكِ فطير ناجح من أول مرّة. لإن الطريقة التانية يا حبايبي عايزة مهارة. تمام. مهارة الفرد الواسع والرقيق جدًا، جدًا، كورق كده، يعني تشوفي نَفْسِك من الرغيف. أنتم فاهمينّي؟
تاني شيء لازم يكون عندِك مكان واسع تفردي عليه، أنا ما عنديش مكان واسع إن أنا أفرد عليه كورة واحدة زي ما أنتم شايفين، طب أنا حتى لو فردت على الطبلية مش هينفع، لإن أنا مش هاعرف أحرّك الطبلية معايا، لإن أنتِ لازم تحرّكي الشيء اللي أنتِ يعني بتعمليه، أو تتحرّكي أنتِ آمم، يعني اللهم صل على سيدنا محمد، أو تتحرّكي أنتِ حواليه. فطبعًا أنا لا عارفة أحرّكه ولا هاعرف أتحرّك حواليه، تمام، المكان عندي ضيّق، فأنا باورّيكم أسهل طريقة إن أنتِ تقدري تعمليها بكل سهولة. طبعًا أنا عملت كل الفطير بقى، وريتكم بس طريقة واحدة، وبعدين عملت كل الفطير وباورّيكم كمان التسوية. طبعًا الرغيف بتاعي العيش آسفة الفطير بتاعي زي ما أنتم شايفين ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، الفطيرة نافخة كده اللي هي ست أم صلاح، إحنا ولا حطينا عليها خميرة ولا حطينا عليها بودر ولا حطينا عليها أي شيء. عشان خاطر يا حبايبي إن هي معمولة صح، كده هي مورّجة. طبعًا أنا حبيت برضه أصوّر لكم ديّة، أنا أول ما اشتغلت سميت الله وصليت على النبي، أنا كنت قاعدة قدّام الفطير والله العظيم ما باكذب عليكم، وأنا مش شايفة الفطيرة، الفطيرة اتحرقت منّي، أنا مش شايفاها. مش عارفة أنا في حاجة ما أكذبش عليكم أنتم أهلي، أنا حاسة إن في حاجة غلط مش مضبوطة. يعني الشغل واقف، أمّا باجي أشتغل لازم في حاجة يعني تبوظ منّي، يا إمّا السمنة تتكب زي ما أنتم شفتوا المَرّة اللي فاتت، اتكب منّي 5 كيلو سمنة، بعد ما اتسيّحت طبعًا، والسمنة النهارده البلدي الكيلو ب170 وب200 جنيه النضيفة، تمام. ما فيش مش عارفة مش ه يعني دخلت الغرفة مش حاباها، أنتم فاهمينّي؟ طبعًا باشغّل سورة البقرة وباشغّل الرقية الشرعية الحمد لله أنا باصلّي الحمد لله فرض بفرضه، ما باسيبش ولا فرض الحمد لله والشكر لله. طبعًا هي أكيد مش عايزة أقول هو أصل أنا هاتحسد على إيه يعني يا حبايبي، الحمد لله على كل حال. بس يالّا ربنا يبعت الرزق. طبعًا هنا كده كنا طلعنا بقى، خلّصت الفطير وكده واتصلت على البنات، قُلت لهم اجهزوا، طبعًا فرحوا جدًا إن هُم هيطلعوا، خدتهم ورُحنا كده ده كافيه كده عندنا في بلد اللي أنا باروح دايمًا عندها اللي هي أولاد صقر. طبعًا رُحت بيهم أسماء وآلاء طبعًا، أسماء كانت بتركّب حبيب على الأرجوحة ديّة، بيبقوا البنات يروحوا يتصوروا عليها، كل البنات يعني مش بناتي بس، كل الناس بتروح تتصور على الأرجوحة دي إلا أنا، اتصورت عليها مرّة واحدة. اللهم صل على النبي، كانوا طالعين قالوا هنطلع يا ماما نشتري حاجة من برّه ونيجي، طب ماشي يعني حاجة إيه وإحنا في الكافيه؟ قالوا حاجة، أتاريهم رايحين يتصوروا برّه في حوالين المناظر اللي حوالينا وأنا ما أعرفش. فطبعًا ما حبيتش يعني أكبت حريتهم، قُلت لهم اطلعوا يا حبايبي روحوا، وأنا وأبو حبيب فضلنا قاعدين، طبعًا أبو حبيب قُمت أصور حبيب كده زي ما أنتم شايفين، ورجعوا البنات، حبيب كان مستقنيص خالص. اللهم صل على النبي، طلبت لهم كل واحد آيس كريم، وأنا للأمانة ما طلبتش لنفسي أي شيء. طلبت لأبو حبيب قهوة، وآلاء آيس كريم، وأسماء آيس كريم، هُم بيحبوا الآيس كريم حتى في الشتا. اللهم صل على النبي، وبقى حبوا إن هُم يتصوروا بقى وحركات البنات اللي أنتم عارفينهم دول، وأبو حبيب طلب قهوة، وقال لي: "أنتِ ليه مش بتعملي" آسفة أعتذر، "أنتِ ليه ما بتشربيش حاجة أو طلبتِ حاجة؟" قُلت له: "أنا يعني مش هافف عليَّ." أنتم فاهمينّي؟ طبعًا حبيب بسم الله ما شاء الله كان كان بياكل في الآيس كريم الأول حلو، أول ما لقى الآيس كريم بدأ يخلص، بدأ يعيّط، عايز آيس كريم جديد، عايز بتاع آلاء. طبعًا لولا طالبة شوكولاتة وأسماء طالبة فانيليا وشوكولاتة، وطبعًا طلعنا كده زي ما أنتم شايفين، الدنيا كانت برد جدًا، جدًا، جدًا. آلاء بقى قُلت لها: "خدي البالطو بتاعِك يا آلاء معاكِ، الجاكيت بتاعِك عشان البرد." قالت: "يا ماما مش هينفع على الstyle." style إيه وزفت إيه اللي إحنا فيه، إحنا في شتا يا بنتي، يا بنتي إحنا في شتا دفّي روحِك ولا حياة لمن تنادي. كانت ماشية تتكتك من البرد، كانت متلجة ومش كانت قادرة تتنفس، كل شوية أقول لها: "أنتِ بردانة؟" تقول لي: "لأ." قُلت لها: "طب أُمّال أنتِ بتقولي يالّا نروّح؟" إحنا ما طوّلناش، إحنا قعدنا نُص ساعة يا حبايبي وقالوا: "يالّا نروّح يا ماما." قُلت لهم: "عشان بردتوا صح؟" لأ، قالت: "آه أنا بردت." طبعًا البنات ما بيسمعوش الكلام خالص يا حبايبي، والله الواحد مهما يعني يقول ويعيد للبنات ولا بيسمعوا أي كلمة. طبعًا هنا كده كان حبيب بقى له فترة بيعيّط، بيعيّط عايز يروح الملاهي، طول اليوم يا عيني يتكلم في التليفون ويقول لأصحابه أنا عايز أروح الملاهي، يعني مع نفسه يعني هو ما بيكلمش أصحابه ولا حاجة، بس هو عامل لنفسه صحاب كده وحاجات في دماغه. اللهم صل على سيدنا محمد. عايز بقى وإحنا معديين على الملاهي قُلنا إن إيه الملاهي فاضية والكافيهات فاضية أصلًا، ناس بسيطة اللي فيها.
طبعًا قُلت له: "طيب تمام، تعالي يا أسماء أنتِ وآلاء بالمرّة بما إن أنتم يعني الفسحة مش هي ما يعني أنتم ما طلعتوش ولا خدتوا ولا كلنا ولا حاجة، هي بس الآيس كريم، اركبوا كل واحدة إيه، عربية." طبعًا وأنتِ يا آلاء اركبي مع حبيب، حبيب بقى مش راضي أبدًا، آلاء تركب معاه، يروح يركب في عربية لوحده، عايز يسوق لوحده عربية. مش عارفة، المهم إن هو مزرجن ومش راضي ويعيّط، قُلت له: "لو ما أشوفي آلاء تركب هو ينزل." والله الراجل بتاع العربيات كان قاعد يضحك علينا. ويقول لأ أنا هاركب لوحدي، يا ابني ربنا يهديك، اركب مع أختك عشان أنت مش هتعرف تسوق العربيات دي أصلًا، هو مش مقتنع خالص، والآخر ربنا هداه وركب مع علاء وفضل برضه يعيّط عايز يسوق هو، وعملوا حوادث و وما استفدناش بأي حاجة، والآخر صاحب العربيات ده قال لهم إيه الوقت خلص، زهق منهم بصراحة. اللهم صل على النبي. هي فسحة بسيطة وبصراحة يعني ما اتكلفتش حاجة، ما اكذبش عليكم، بس فرحتهم حتى كده وخرجتهم وغيروا جو. اللهم صل على سيدنا محمد، وبشجعها طبعا عشان الترم التاني ان شاء الله ربنا يكرمها وتجيب درجات اعلى. وانا قلت لها لو ربنا كرمك وجبتي الدرجات اللي نفسي فيها باذن الله اجيب لك هديه حلوه يا لولو، اللي تشاوري عليها هجيبها لك. اللهم صل على النبي. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ويكون خفيف على قلوبكم. رقم للتواصل للاوردرات ان شاء الله هسيبه في التعليق المثبت. بحبكم في الله، ادعوا لي دعوة حلوة من قلوبكم بالله عليكم في هذه الأيام أنا وبناتي. ربنا يا ربي يسعد قلوبكم جميعا ودايما كده مشجعيني ودعمني. متنسوش اللايك للفيديو عشان أكبر عدد يشوفوه، وأحبكم في الله. وكانت معاكم سمورة العمدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.